القناة 13 الإسرائيلية بتعلن الإدارة الأمريكية عايزة تشارك في بلورة الخطة الإسرائيلية للهجوم على رفح، يعني يكون بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وإن أمريكا ممكن تبعت قوات أو جنرالات يعني تدير المعركة مع إسرائيل في رفح. فهنا وضح طبعا ان الامريكا والغرب كانوا بيلعبوا بينا الكوره حرفيا، يعني ان كل شيء حصل في غزه حصل بموافقه ومباركه امريكيه، والشغل اللي اتعمل في مجلس الامن ونظام التصريحات بتاعت الضغوط الغربيه على اسرائيل ومش عارف ان اسرائيل كده كده ناويه لازم هتدخل رفح. هتدخل رفح مش عشان تجيب المختطفين بتوعها ولا تقضي على حماس، ولا هيحصل الكلام ده، ممكن ما تلاقيش حد ومش هتعرف تقضي على حماس. الفكرة إسرائيل عندها مش شك، لا عندها يقين بنسبة 1,000,000% إن في أنفاق بتهرب السلاح من مصر لغزة عن طريق محور فيلادلفيا، وإسرائيل لازم هتدخل محور فيلادلفيا أيا كان طالت المدة قصرت. إسرائيل مش هتنهي الحرب على غزة إلا لما تدخل المنطقة دي وتبحث عن أنفاق هناك. لكن هنا بقى احنا مش بنراهن على الموقف الغربي اللي هو أصلا مع إسرائيل قلبا وقالبا يعني، لكن الإدارة المصرية عليها دور. هل مصر هتنفذ تهديدها لو إسرائيل دخلت رفح بتجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولا احنا هنبقى متواطئين معاهم وهنبقى موافقين والدنيا زي الفل وقشطة؟ ده اللي هنعرفه في الفترة الجاية.